وعليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي وحبايبي وحبيبة، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. عام دراسي سعيد على ولادكم والولاد كلهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. عملنا النهاردة إن شاء الله، عملت الكحك الدايب ده الجميل ده فطار تعملوه في اللانش بوكس، جميل جدا. هيحبوا قوي طريقة الكحك المدور دوت، اللي بيروحوا يشتروه من الأفران هيتحبوا طريقة الكحك المدور، الكحك المطول ده جميل جدا ويتاكل من غير سكر على فكرة. انا هنا عاملاه ساده، لا بعجوه ولا بملبن، جميل جدا ساده كده طعمه حلو قوي، وبحاجه بسيطه قوي حطيتها خلت الكحك جميل جدا. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نبتدي ان شاء الله نشوف مع بعض. بصوا ما شاء الله التسويه هنا حلوه، بس البوتاجاز بتاعي طبعا قديم شويه، بس بصوا دايب ما شاء الله. الكحكايه لو وحشه يا جماعه بتبان من بعد اول شويه بتطلع من الفرن تلاقيها نشفت خلاص، الكحكه دي ما بتبقاش مظبوطه. عليه افضل الصلاه والسلام. نبتدي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معانا 2 كيلو من الدقيق المنخولين، اي دقيق يكون كويس عشان الكحك ان شاء الله. ده سمسم، جبت حوالي ب10 جنيه سمسم كده يعني مش ربع. ومعانا هنا خميره. كان عندي مشكلة بقى ان مفيش ريحة كحك، سألت هنا مفيش خالص، يعني بيخلص رمضان والعيد وكده مش لاقياها. فانا عملت مكوناتها من البيت هنا. دي حبهان وقرفة وورق لوري، بس كانت ناقصة المستحلب، حاجات بتتحط تانية. انا لقيته في الصوبيا هنا، ولقيت اللبن البودرة، يعني ده لبن بودرة، وفي المستحلب وفي سكر بودرة وفي فانيليا، يعني في كل حاجة. فرحت ضفته ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميل جدا جدا، وادى ريحة للكحك حلوة. يعني فكرة ان احنا نضيفه على الدقيق وعلى الكحك. مش عايزة اقول لكم يعني ريحة الدقيق وانا بعمل ما شاء الله لا قوة الا بالله. من الاضافات هنا رشة ملح، يا ريت لو اول مرة تشوفوني لايك واشتراك. دي القناة دي مش جديدة على فكرة، لان انا كان عندي القناة اللي قبل كده، وانتوا عارفيني، لو انتوا عارفيني كنتوا متابعيني. كان فيها فيديوهات كتير، 245 فيديو تقريبا يعني، واتحذفت بطريقة خطأ مني. انا كنت بعدل حاجة كده واتحذفت، فالحمد لله على كل حال. هنا حطيت السمنة المقدوحة، وعشان اجرب السمنة المقدوحة ازاي بتكون، يعني اعرفها ازاي، باخد رشة من الدقيق واحطها في السمنة بتفور، خلاص كده انا عارفة ان هي قدحت. كده انا بقلب الدقيق بالسمنة، وحاطة الزبدة على البوتاجاز تسيح بسيط قوي. كده بعمل بالمعلقة لانها سخنة جدا، مقدرش احط ايدي فيها، بس والله كمان شوية تلاقيني حطيت ايدي فيها وكانت سخنة عليا برضو. سبحان الله. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني لايك واشتراك عشان تفرحوني، عشان انا زعلانة جدا على القناة اللي ضاعت مني دي يا جماعة والله. لو اللي متابعني على التيك توك، وان شاء الله احط لينك التيك توك، وتابعوني ان شاء الله كل الفيديوهات اللي كنت منزلها على القناة في التيك توك. الحمد لله. كده بسيت اهو. بص انا مش قادرة احط ايدي في الدقيق، سخن جدا على فكرة. شوية 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 اشيل وافصل لغاية ما قدرت انعمه. بس سخن سخن سخن، مش قادرة والله. بس هو ما بينعمش لو هو سخن كده، يعني لو هو بارد ما بيديش النعومة اللي انت عايزاها، لكن بيكون سخن كده لازم يعني بينعم بسرعة. كده خد نص ساعة. كنت مجهزة بقى المية، يعني ياخد 2.5 كوباية من المية، وشوية شوية كده. لسه اهو بصوا ما شاء الله كده ناعم خالص، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اي نوع دقيق حلو كده، يعني تروح عند الحلواني قولي له عايزة نوع دقيق حلو عشان الكحك والبسكوت. ده نوع دقيق حلو كده. بصوا ما شاء الله خلاص كده هي نعمت قوي زي الزبدة. ابتدي احط بقى المية شوية شوية كده، مش هحط المية مرة واحدة، واقلب ألم يعني ما بعجنش. الاول كده بقلب كده تقليب خفيف كده، وافضل احط المية واقلب لغاية ما الاقي العجينة مسكت.
ادي فيها بقى شوية، احط ميه تاني كده، بفصل وارجع وبفصل الفيديو وارجع اكمل عشان ما تاخدوش وقت معايا. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. عايزه اقول لكم الريحة جميلة جدا جدا والطعم تحفة يعني، لا في ملبل ولا في عجوة ولا في اي حاجة، وجميل جدا جدا، سادة سادة. الناس اللي عندها سكر يعني مستحب ان هما ما ياكلوش الحاجة الكحك المحشي دوت، ما ياكلوش الكحك المحشي، ياكلوا كحك هنا لسه شوية يعني بتشقق سنة كده، فنحط لها شوية مية صغيرين عشان لسه شوية، وبعدين نلم بقى كده ونسيبها حوالي ساعة أو نص ساعة. نسيبها نص ساعة، سبتها نص ساعة وبعدين ابتديت أشكل فيها وقلت بقى تكمل تخميرها على الصينية وأنا بشتغل يعني، ما اديتهاش ساعة كاملة، نص ساعة كده، وبعدين قعدت ايه أشكل فيها وأقطع فيها واشتغل كده. عملت الشكل المطول الجميل ده، أول مرة أعمل الأشكال الحلوة دي صراحة، جميلة جدا، تحفة في الأكل وجميلة مع الشاي. لو مرة تشوفوني لايك واشتراك حبايبي، لو انتم كنتوا بتدعموني في الفيديوهات التانية يدعموني هنا ان شاء الله، واللي عارفني بقى يتابعني ان شاء الله بإذن الله. كده عملنا الكحك المدور والكحك المطول، وده الكحك ده برضو بصوا ما شاء الله ده. انا كده قطعت بكوباية، يعني عملت بالكوباية الاول وعملت بكوباية اصغر منها شوية، فطلع معايا الشكل الدونيتس ده شكل الدونيتس، كحك الدونيتس. اسهل حاجه التقطيع دوت، يعني تقطعي وتنقشي على طول، مكتوبه انقشي على الترابيزه كده، فسهل جدا جدا بدل ما اشيل الواحده واعملها كده على طول كده. بسم الله ما شاء الله. لايك واشتراك لو اول مره تشوفوني، وقولوا لي من اي بلد بتشوفوني بقى، ادعموني ان شاء الله عشان انا تعبانه وزعلانه والله، فرحوني بقى بلايك يعني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله، ويا رب اشوفكم على خير في فيديوهات تانية.